لو مش بتعمل الخطوات ديت وانت بترسم الشفايف يبقى عمرها ما هتكون واقعية وتطلع احترافية زي ما بتشوف في الفيديوهات بتوع الفنانين. كتير مننا عنده عقدة رسم الشفايف، يا اما بيرسمها مايلة، يا اما بتطلع مش متناسقة، يا اما بيخاف يرسم الاسنان وحاجات تانية كتير. السلام عليكم، اهلا بكم يا حلوين في قناة احمد دروينج اكاديمي. قبل ما نبدأ الفيديو ده حابب افكركم تدعمونا بلايك وتشتركوا في القناة بتاعتنا عشان يوصلكم كل جديد. وطبعا حابب افكركم كمان اننا هنا عشان نقدم لك كل اللي بتحتاجه من رسومات ومواضيع مدرسية ورسومات ابداعية واحترافية والمشاريع المدرسية والفنية وكمان مسابقات التربية الفنية. يلا بينا نشوف الفيديو ده بيقول ايه. ظهر قدامكم دلوقتي صورة بتبين لكم الشفايف بين 3 اتجاهات بالظبط. انا عايزكم تتخيلوا الخطوط اللي قدامكم ظاهره في الصوره ديت بتوضح لكم احنا اصلا بنوصل الشفايف للشكل النهائي ده ازاي، عن طريق ان احنا بنتخيل الشفايف السفليه عباره عن شكلين بيضاويين مع بعض، والشفايف العلويه اما على شكل قلب او دايرتين بيضاويتين صغيرين برضو. وبنحب ان احنا نشوف زاويه الشفايف عامله ازاي من خلال ان احنا بندخل برضو على بنترست ونكتب في السيرش ليبس دروينج ريفرنس. من خلال الريفرنس ده او المرجع ده احنا بنشوف الزاويه اللي هنرسم بيها الشفايف، بنشوف شكل الشفايف اللي هنبروزها، بنشوف برضو ايه الخطوط الهندسيه اللي هنعملها الاول عشان نبني الاوتلاين بتاع الشفايف. مش ما ترسمش الشفايف من دماغك على طول، ما تقولش لا انا هعملها من دماغي وتيجي زي ما تيجي او تتخيل. ليه؟ لان احنا مخيلتنا ما فيهاش التغذيه البصريه الكافيه. عشان كده دايما انا بحب ان الانسان دايما يقعد يسمع فيديوهات رسم. لو انت تتفرج بس على حد بيرسم فيديو ريلز، حد بيرسم، كل ده بيتخزن في دماغك، مع الوقت بترسم الحاجات دي لوحدك من غير ما تحتاج ريفرنس ولا حاجه. فانا عايزكم دلوقتي تركزوا في الصوره اللي قدامكم عشان بناء عليها هنبدا ان احنا نرسم 3 زوايا للشفايف ب3 اشكال. وبرضه عايزك تستفاد من الريفرنس عشان تشوف الظل والنور بتاع الرسم عامل ازاي. يعني المنطقه دي فيها ظل، المنطقه دي فيها نور، المنطقه دي غامقه، المنطقه دي فاتحه، الشفايف مسحوبه هنا بالاتجاه الفلاني، اللمعه هضيفها في الحته الفلانيه كده، يعني فاهمني. فالريفرنس بيخدم جدا في النقطه دي. يلا بينا نرسم اول زاويه للشفايف. انا رسمت دلوقتي قدامكم كورتين 2 صغيرين بيمثلوا الشفه العلويه، شكل بيضاوي كبير زي بيضة مقلوبة على جنبها بتمثل الشفة السفلية. بعد كده بشد بينهم خط وبحاول ان انا امتداد الخط من الجنبين بحاول اخليه متساوي عشان فتحة الشفايف هتبقى في النص، فبالتالي انا عايز اطراف الشفايف تكون متساوية. بعد كده ببدأ ان انا اخطط شكل الشفة العلوية بناء على الريفرنس اللي انا حاطه قدامي، وبرضه هخطط شكل الشفة السفلية والحدود بتاعتها عشان اعمل الاوتلاين بتاع الشفايف. تمام كده. بعد كده بعمل الزاوية التانية او الشكل التاني من الشفايف. عملت برضو كورتين صغيرين بيمثلوا الشفة العلوية، دايرتين صغيرين كبار يعني لحد ما بيمثلوا الشفة السفلية، وجبت خط وشديته ما بينهم هما الاتنين ويكون متساوي من الطرفين. وبدأت ان انا احدد شكل الشفة العلوية، الاوتلاين بتاع الشفة العلوية، وكمان هحدد شكل الاوتلاين بتاع الشفة السفلية عشان اعمل برواز الشفايف او الاوتلاين بتاع الشفايف او الليب لاين زي ما انتوا بتقولوا. مهم جدا تعرفوا ان احنا لما بنيجي نعمل الاوتلاين بنعمله بقلم رصاص خفيف عشان يكون سهل عليا ان انا امسحه. بعد كده بنعمل اخر شكل للشفايف او اخر زاويه للشفايف. عملت برضو دايرتين صغيرين بيمثلوا الشفه العلويه. بعد كده شديت الخط اللي هيمثل يعني الفرق بين الشفه العلويه والشفه السفليه. دي تقريبا هتترسم من زاويه من الجنب. بعد كده عملت دايرتين كبار بيمثلوا الشفه السفليه، وانا لو انتوا واخدين بالكم انا جبت يعني الشفه ديت هتكون بزاويه، فبالتالي هتكون مصحوبه بطرف واحد بس. بعد كده مسحت الكور والدوائر والاشكال الهندسيه اللي ساعدتني ان انا اوصل للاوتلاين بتاع الشفايف. وهبدا بقى ان انا احدد منبت الشفه، الفتحه اللي في النص بظل تقيل، واحدد برضو برواز الشفايف من بره. بضيف التفاصيل اللي هتوضح لي الشفايف هتبقى عامله ازاي. دايما بحب اغمق الخط اللي في النص اللي بيفصل بين الشفه العلويه والسفليه. والشكل اللي فوق ده هيبقى فيه اسنان، فانا هبدا ان انا ارسم شكل السنان كده كانها باينه من ورا الشفه مش كلها. والخطا اللي دايما كنا بنقع فيه ان احنا بنبقى عايزين نبين الاسنان كلها، وده مش صح. مفيش حد بيبقى مثلا سنانه باينه من شفايفه، لما تيجي تبص عليه من بعيد تشوف السنه كامله، انت بس بتشوف الجزء السفلي من السنه، وهو ده اللي احنا هنرسمه. وكمان برضو الغلط التاني ان انتوا بتبقوا عايزينها لونها ابيض كلها، مش منطقي. انت لما يعني فين الظل بتاع الشفه الخارجيه على الاسنان؟
فاهمني؟ وببدأ ان انا اغمق حوالين الاسنان باسود غامق جدا عشان يبان الاسنان 3D من تحت الشفايف. بعد كده ببدأ ان انا احدد الجزء اللي هيبقى غامق من الاوتلاين عشان خاطر التفاصيل بتاعه زاوية الشفة. يعني مثلا الشفايف اللي تحت ببدأ ان انا اضيف بحدد الجزء اللي هيبقى غامق جدا من الاوتلاين بسبب الظل وبسبب الزاوية، وكذلك في الشكل اللي في النص، وكذلك في الشكل اللي فوق خالص. بعد كده بحب دايما في الشفايف ابدا ان انا اضيف طبقه رصاص خفيفه في الاول. بستخدم قلم رصاص خفيف جدا، ممكن درجه اتش، ممكن درجه اتش بي، ممكن درجه اف، ولو عايزين درجه بي تمام عادي، ودرجه 2 بي شغاله برضو، بس انا بحب درجات الاتش بي اكتر. بقى بضيف طبقه رصاص خفيفه وبعد كده بدمجها. زي ما انتوا شايفين بحاول ان انا اعمل طبقة الرصاص تكون من كل الاتجاهات وتخش في كل مسام الورقة. نفس الوضع هنعمل في الشفة اللي في النص، بضيف طبقة رصاص تكون ضلها خفيف جدا جدا. كذلك برضو في الشفة او الشكل اللي فوق خالص بضيف برضو نفس طبقة الرصاص الخفيفة من كل الاتجاهات عشان خاطر تتخلل مسام الورقة، ولما اجي ادمجها تكون الدمج بتاعها يكون سموز او ناعم. بجيب بعد كده فرشة مكياج ناعمة. الفرشة الناعمة ديت بتسهل لي خطوات كتير جدا، بتخليني ادمج الرصاص بشكل ناعم وتكون التفاصيل ناعمة وسايحة في بعض. الأهم في الرسم الواقعي إن أنا التفاصيل تكون سايحة في بعض، ما أشوفش تفاصيل حادة. فاهمني ليه؟ لأن كل ما يكون الرصاص سايح في بعضه والتفاصيل سايحة في بعضها كل ما تديك إحساس إن هي حقيقية. ومفيش مشكلة خالص لما الرصاص يسيح وتضيف طبقات رصاص تانية. ما هو الواقعية فين؟ إن أنت في طبقة فوق طبقة فوق طبقة، فبالتالي بتظهر قدامك مجسمة أو 3D. بعد كده بجيب البلندنج ستامب عشان احدد او اسيح الاوتلاين اللي انا عملته من بره الشفايف، وكمان اضيف اللي هو ارنبة الشفايف اللي بتبقى فوق دي. بعد كده ببدأ ان انا اسيح بالبلندنج ستامب البوردر لاين او الاوتلاين بتاع الشفتين او الشكلين بتوع الشفايف الاولى والوسطانية. بعد كده هبدأ اخد شكل اضيف فيه تفاصيل، زي مثلا الخطوط الرفيعة اللي موجودة في الشفايف. ابدأ ان انا اضيف او اعرف من خلال صورة الريفرنس اللي قدامي فين مناطق الظل وفين مناطق النور، فين المناطق اللي هتبقى غامقة قوي في الصورة واحط فيها رصاص تقيل، او في زاوية الشفايف واحط فيها رصاص تقيل، وفين المناطق اللي في الشفايف هتبقى فاتحة شوية فاحط فيها رصاص درجته افتح شوية. برضو عشان اضيف المناطق الغامقة قوي في الجزء اللي بنفتح منه يعني الشفايف اللي بتبقى في النص ديت بتبقى غامقة قوي عشان دي بتبقى منطقة غائرة. تمام. وبرضو في مبسم الشفايف اللي هو طرفين الشفايف بتبقى الحته دي غامقه لان ديت برضو يعني بتبقى باينه قوي. تمام. فمثلا ممكن استخدم 8 بي للتفاصيل الغامقه قوي، و4 بي مثلا للتفاصيل الوسط، ودرجه بي بقى للمناطق الفاتحه. ودايما عشان تبقوا عارفين ان انا كل طبقه بضيفها للرصاص بسيح بالفرشه الناعمه.
يعني انا ضفت اهو طبقه شقوق، طبقه خطوط رفيعه، وببدا ان احدد اللمعه فين والمنطقه الممتلئه من الشفه السفليه فين. برضو بسيح ده كله تاني بفرشه ناعمه وارجع اضيف طبقه رصاص كمان، وهكذا طبقه فوق طبقه فوق طبقه لحد ما اوصل لشكل حقيقي في النهايه، وتكون الشفه ساعتها بارزه من الورقه. بسيح بالبليندنج ستامب طبقات الرصاص اللي انا ضفتها. ولو لاحظت انا سايب مناطق فاتحه، دي المناطق اللي بتدي تفاصيل الشفايف اكتر، لان الشفايف بتاعتنا ما بتبقاش مجرد طبقه ممسوحه، لا هي فيها تفاصيل، بتبقى مثلا شكل مجسم لكن فيه تفاصيل. ببدا اضيف تاني مناطق غامقه اهوت، طبقات غامقه تاني واسيحها، وبرجع تاني احدد وابروز شكل الشفايف من بره، لان الرصاص ساح واندمج فبقى مش ظاهر قوي. ببدأ أضيف برضو اللي هي الأرنبة الشفايف اللي بتبقى فوق الشفة ديت بين الأنف والشفاه، وأحدد شكل الشفايف من بره كده بظل خفيف. بعد كده بجيب الأستيكة وأحدد المناطق اللي هيبقى فيها لمعة في الشفايف. وانا بعرف المناطق دي ازاي؟ عن طريق الصورة اللي انا بنقل منها الاوتلاين بتاع الشفايف والزاوية وكل حاجة. وارجع او ابدا احدد بقى شكل اللمعة دي من بره بقلم رصاص خفيف مثلا HB، عشان احدد برواز اللمعة نفسه بحيث انها تكون ظاهرة قوي وتكون واضحة. بعد كده هنبدأ ان احنا نضيف تفاصيل بسيطة اكتر في الشفة السفلية والشكل اللي تحت عموما، وكده احنا يعتبر خلصنا الشكل اللي تحت. بعد كده هنبدأ نعمل الشفايف اللي في النص. بنضيف المناطق اللي هتبقى فيها ظل غامق، نبدأ نحدد المناطق الغامقة في الشفة السفلية، ونضيف التفاصيل اللي بنشوفها في الريفرنس من شقوق رفيعة، خطوط عشوائية، مناطق فاتحة، مناطق غامقة، ده كله ليه؟ عشان يبرز لي شكل الشفايف. ببدأ أنا أضيف الخطوط الرفيعة اللي موجودة في الشفة السفلية وأحدد شكل اللمعة. لو انتوا ملاحظين شكل الشفايف بدأ يظهر ليه؟ لأن أنا بدأت أضيف مناطق غامقة ومناطق فاتحة مناطق فاتحة وبدأت أضيف اللمعة اهوت. فالخطوط دي كلها بتبدأ انها تديك شكل الشفايف. وطبعا زي ما قلت لكم اي خطوه ورصاص بنضيفه لازم نسيحه يا اما بالبلندنج ستامب يا اما بالفرشه الناعمه، ونرجع نضيف تاني فوقها نفس الطبقات دي تاني لحد ما يبقى الرصاص كله سموز والتفاصيل كلها سايحه في بعض ومفيش اي هارش لاينز موجود في الصوره. برجع تاني اضيف اهوت خطوط غامقه خالص عشان خاطر ابين ان في تباين في الصوره. كده خلصت الشكل اللي في النص. فاضل اخر شكل وهو اللي هو فيه الاسنان. ببدأ ان انا احدد الاول المناطق الغامقة خالص اللي عند فتحة الشفايف او فتحة الشفتين الاتنين. ببدأ بقى اضيف تفاصيل اكتر. شوفوا انا وانا برسم التفاصيل في الشفة السفلية بحدد شكل اللمعة، بحددها وببروزها اكتر.
وكذلك برضو في الشفة العلوية. باجيب البلندنج ستامب وابدأ اسيح، وبعد كده هجيب القلم وارجع تاني اضيف التفاصيل دي تاني. وانا بسيح التفاصيل ديت هعدي على الاسنان اللي موجوده ديت، احط عليها طبقه ظل خفيف من الرصاص. شوفوا عملت ايه، حطيت طبقه ظل خفيفه قوي عليها. بعد كده اهو قلم غامق تاني، وارجع اضيف تفاصيل تانية عشان يبان ان المنطقه دي غائره او الحته ديت غامقه بعد ما سيحت الرصاص. عشان الرصاص لما بيسيح بيديني شكل كأنها منغمشة، زي مثلا الصورة اللي تبقى جودتها 280 بي، فاحنا لما نضيف رصاص اكتر تبقى 360. وبكده احنا خلصنا فيديو النهارده. ارجو ان انتوا تكونوا استفدتوا معانا، واتمنى الفيديو يكون عجبكم، واكتبوا لي في الكومنتات ايه الافكار اللي حابين نرسمها لكم. ولو عندكم اي مشروع مدرسي، مسابقة فنية، اي رسمة تحبوني ارسمها لكم، اكتبوها لي في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.